وتطلعيه انجح واسهل طريقه فطير مشلتت. والله سهل جدا جدا، انا تقريبا يعني في الشهر بعمله يجي 3 4 مرات. بص عامل ازاي يا جماعه، تحفه، طريقه سهله جدا، هيطلع معاكي انجح فطير مشلتت مورق. وانا هعمل على كيلو دقيق زي ما انتم شايفين، ده كيلو دقيق كامل. خلاص، كيلو دقيق بياخد معلقتين كبار سكر اللي هي المعلقه بتاعه الرز، ومعلقه صغيره ملح اللي هي المعلقه بتاعه السكر. خلاص كده، هنقلب بقى الدقيق كله مع بعضه مع السكر مع الملح عشان يتوزع. وهنزود ميه، تزويد الميه هنا حسب نوع الدقيق بتاعك. فالدقيق اللي انا استخدمته اللي هو الكيس اللي انتوا شفتوه الاخضر دوت، خد مني تقريبا كوبايه ونص من ميه الحنفيه، ميه عاديه خالص مش سخنه. وهتبتدي بقى تزودي شويه بشويه لحد لما تعجني. خواص العجينه دي يا جماعه خواصها كده ان هي بتبقى طريه وبتشد معاكي كده زي ما انت شايفاها. بتحط هنا زيت عشان تفصلها عن الطبق. يبقى ايه اللي هيخلي العجينه تفصل عن ايدك وتطلعها من الطبق؟ هو هنا الزيت. خلاص، بصي بقى الخواصه بتبقى عامله ازاي، بتبقى عامله زي الاستيك بالظبط. دي كده معاكي عجينه فطير ناجحه جدا جدا. هنحطها في الطبق تاني ونرش عليها زيت من على الوش كده ومن فوق ومن تحت ونقلبها ونغطيها ترتاح مش اقل من تلت ساعه. بعد تلت ساعه بصوا يا جماعه عامله زي الاستيك. هي عجينه الفطير كده، هو ده المسمى الصح، بتشد زي الاستيك. على بقى ترابيزه او على الرخامه بتاعه المطبخ او على الصينيه اللي بنتعشى عليها، تفردي بقى العجينه كده. بصي اهم حاجه بقى في الفيديو ده كله الخطوه دي، ان انت هتفردي الكيلو كله، وهي دي الخطوه اللي هتطلع معاك الفطير مورق. انا هستخدم على الكيلو الدقيق 200 جرام زبده او 150 جرام زبده و50 جرام سمنه. طيب انت بقى هتستخدمي زبده بلدي، سمنه بلدي، المتاح عند حضرتك والمتوفر. انا استخدمت زبده صفراء اللي الباكو بيتباع عادي عند اي حد بقال. دهنت زبده على الوش كله. هي دي بقى يا جماعه اسهل طريقه لتوريق الفطير. هتلمي العجينه زي ما انت شايفاها كده زي السينابون بالظبط. شايفين اللفه ديت، تلفيها كده رول زي السينابون تقريبا كده، حوالي دول بتاع 25 ل 30 لفه بالطريقه دي كده. وبالطريقه دي هي اللي هتطلع معاكي العجين كميه توريق غير عاديه. سهله جدا جدا. بعد ما ورقناها، بعد ما لفيناها الرول كده اهو، هنقطعها ونقسمها لعدد الفطائر اللي هنعملها. احنا عملنا من الكيلو 4 فطيرات، ادي اول فطيرتين. والكبيره ديت هقسمها، هخليها برضو فطيرتين، يبقى انا الكيلو عملت 4. عايزه تعملي كيلو على 3 براحتك، بس انا عشان عندي صواني صغيره وصواني مربعه فقطعت حسب الحجم. بعد ما قطعت كده هاخدهم واحطهم في التلاجة مش اقل من ساعه، او في الفريزر لمده 10 دقائق تريح تماما. وطلعتها من الفريزر انا بعد ما قعدتها 10 دقائق او التلاجة تقعد مش اقل من ساعه برشه من الزيت، وهتفرديها بايدك عادي جدا اهو. بصي بتاخد الفطير العجينه بتفرديها وترجع تاني. دي خواصها وهي كده ناجحه معاكي 100% زي ما قلت، عامله زي الاستيك. بعد ما فردناها شكل مستطيل تلميها شكل مربع كده زي ما بتطبقي ورقه الكراسه، وتدهني على كل جنب الزبده، سواء بقى زبده صفرا زي ما انا مستخدم او زبده بلدي او سمنه بلدي المتاح عند حضرتك. خلصت كده الكميه ديت، هتبتدي تقومي عامله ايه، مغرقاها زبده كده. هو الفطير بياخد يعني بياخد زبده او سمنه كتير. تبتدي تقومي لماها كده بالمنظر اللي انت شايفاه ده. هتعمليها على هيئه بؤجه او كوره. بصي اهي سهله جدا، ولميناها بايدينا وتتني الاطراف بتاعتها من تحت بقت عامله زي الكوره. خلاص يا ست الكل اهي. يبقى دي تاني مرحله بعد مرحله الفرده الكبيره اللي احنا عملناها اللي عامله زي السينابون، وهنريحها في الصينيه. عملت انا بقى ايه، كل الفطير بتاعي كده بالمنظر ده وغطيته بالكيس ده كده، وهسيبها تريح قد ايه، 10 دقائق، دي اقل حاجه. بعد ال10 دقايق ادي الاربع صواني بالاربع فطيرات كده، ما فاضلش غير المرحله الاخيره، وهي بقى اللي احنا هندخلها ان شاء الله على الفرن على طول. بجيب بقى حته قشطه كده جميله، القشطه ديت انا جايبها من وش اللبن بتاعنا، وبحطها على الوش وبفرد في الصينيه بتاعتي زي ما انتم شايفين بالمنظر السهل ده جدا جدا. طبعا كميه تويق خطيره كتيره جدا جدا. وبتلف الصينيه وتفرديها، هي كل ما تفردي كل ما ترجع كده، دليل على نجاحها. خلاص، وحبه قشطه على الوش، وانا كده خلصت الكميه اللي عندي بالمنظر اللي انتم شايفينه ده. عملت عينه واحده، عملت الاربع فطرات كده. طيب شيء مهم بقى جامد جدا، الفرن سخن قوي زي ما انتم شايفين، انا مولع الفرن من تحت والشبكه في النص والشوايه شغاله. اخد قد ايه في الفرن؟ تقريبا 7 8 دقائق، عينيكي ما تسيبوهوش يعني. بصوا اب وانتفخ، شايفينه واحمر من الوش، هو كده خلاص بقى زي الفل، ما فاضلوش غير دقيقه ويطلع. اول ما يطلع نبخ عليه ميه كده ونغطيه لمده 10 دقائق يبقى طري وزي الفل. طيب انا حطيت الفطير هركنه، يبقى احطه فوق بعضه، فاصل بينهم الكيس البلاستيك يا جماعه. وبعد ما حطيت الكيس البلاستيك مغطيه، ده هيعمل ايه، يساعد على التطريه بتاعته ويبقى عامل زي الملبن كده. وتطلعيه انجح واسهل طريقه فطير مشلتت. والله سهل جدا جدا، انا تقريبا يعني في الشهر بعمله يجي 3 4 مرات. بص عامل ازاي يا جماعه، تحفه. جربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات.